بس مفيش انا حب وكره في الكوره. لا يعني عموما يعني كل واحد بيحب مصلحته. بس مفيش مدرب ممكن يكرهك. لا في مدرب يعني انا في مدرب حبني واداني فرص بجد وانا مش كنتش جاهز 100%. ماشي. يعني كنتش ساعات جاهز 100% وخدت فرص عشان بيحبك عشان مش عشان مقتنع بامكانيات. ما الحب ده بيجي من اقتناع بالامكانيات. انا اوكي. يعني كل المدربين الاجانب اللي جم في النادي الاهلي كان عندهم اقتناع تام بعمرو جمال. يعني انا اتعاملت مع لاسارتي مع من اول مستر مانويل جوزيه. بعدين مرورا بتاني مدرب اجنبي جه بعد مانويل جوزيه مستر جاريدو. ماشي. خوان كارلوس جاريدو. طب وبعدين مستر مارتينيول. ماشي. باسيرو. يعني كلهم مدربين كبار وسي في مش طبيعي يعني وفعلا فكر كبير. لاسارتي. كارتيرون. كل المدربين اللي انا اتعاملت معاهم في النادي الاهلي كان اقتناع 100%. وموسيماني يعتبر مش تعامل قوي يعني. موسيماني يعني قصة تانية لان في جنوب افريقيا انا لعبت قدام موسيماني ماتشين كبار جدا وكان الفرقة بتاعتي كانت المنافسة في الوقت ده كانت منافسة لسان داونز. سواء في لعيبة كانت فرقة عندها قوة شرائية كبيرة. وكانوا منافسين خدوا الدوري من سان داونز بيلعبوا افريقيا. خدنا الكاس من سان داونز وكنت انا هداف الكاس في الوقت ده. فكان الماتشات اللي انا لعبتها كانت ماتشات حاسمة جدا قدامه وهو كان عارفني من ايام طبعا النادي الاهلي. فكان في شهر واحد لما حصل خلاف ما بيني وما بين جيفن هانت المدرب اللي كان في الوقت ده مع بيدفست. هو اول واحد كان مهتم بضمي وقعدت. الخلاف ده كان شخصي ولا فني؟ ده خلق من اغرب الخلافات اللي حصلت. لان هو قال اصل عمرو ما بيفهمنيش. لا ده يعني مش ما بيفهموش خالص. هو الموضوع حصل لما صعدنا كاس عالم. لما صعدنا كاس عالم وانا كنت ماشي بشكل كويس قوي في الدوري وجبت الكاس وكنت مؤثر جدا. ده كاس مهم جدا عندهم في جنوب افريقيا. جالي فرقه بعدها في روبن كازان. جات يعني الناس كلموني وكلموا النادي الاهلي. ماشي. ان انا عايزين بقى يشوفوا وضعي ايه. فكلموني فانا لقيتها بقى فرصه قبل كاس العالم كبيره في روسيا وفرقه كبيره طبعا. في روسيا. فقلت لا همسك فيها. اتكلمت كذا مره قال لك لا احنا مش فارق معانا فلوس يعني احنا جايبينك عشان الشامبيونز ليج وجايبينك عشان البطولات اللي احنا داخلين فيها. احنا مش فارق معانا فلوس. هم فعلا فرقه مش فارق معاهم يعني اللي اتعرض عليهم رقم مش فارق معاهم. هم اغنياء فمش محتاجين مش فارق معاهم. هم جايبين لعيبه ما كانوش جايبين انا لوحدي. كانوا جايبين ستيفن بينار من الفتره دي كان بيلعب في اياكس وكان راجع جنوب افريقيا اخر سنتين فجايبينه. جايبين جازا لعيب كان اسامي. جايبين لعيب كان بيلعب في توتنهام الثيرد باك روبن كامالو ده كان بيلعب مع احمد حسام ميد. كانوا جايبين فرقه يعني اسامي بقى وماركتنج للمكان وعايزين يلعبوا تشامبيونز ليج فما كانوش موافقين. اوكي. اختلفنا مرتين ثلاثه وبعدين سافرنا اخر ماتش في افريقيا في التصفيات بتاع غانا 1-1. حصلت حاجه في الطياره وقعدنا في مطار غانا. رجعت جنوب افريقيا متاخر 4 ايام او 5 ايام يوم الماتش. خسرنا الماتش وحصلت مشكله كبيره بينه وبينه ان هو اتعدى عليا بالالفاظ. كان في عنصريه فعلا في الكلام مش طبيعيه يعني. اتعدى عليا بالالفاظ ودي كان اول موقف ان حد يتعدى عليها بالالفاظ. انت ما بتهتمش. انت جيت من النادي الاهلي احنا لعبناك وصلت الفورمه عاليه بقيت رقم 1 في المنتخب ما اعرفش ايه وجاي دلوقتي عايز تمشي وعايز تسيبنا وكذا مره تتكلم في المشيان ودلوقتي جاي لنا قبل ماتش بيوم وبنخسر وده كله وانت حسيت ان هو بيتحامل عليا وساب الفرقه كلها. والماتش كان عادي جدا وانا كنت بلعب بشكل طبيعي جدا مع زي الفرقه وكانت خساره عاديه جدا. ولقيت ان هو متحفز لي بس بعدين غلط في الكلام بقى. هو بيتكلم معايا غلط فانا ما سكتش يعني. اوكي. فما سكتش رديت ولا خدت موقف مع الاداره؟ لا خدت يعني. خدت موقف وقلت له انا مش هكمل. انا مش هكمل مش هنزل التمرين الا لما يعتذر لي قدام اللعيبه زي ما اهني يعني. فما حصلش. اتمرنت مع فرقه الشباب لمده شهر وبعدين كلمت النادي الاهلي وعرفتهم الوضع. قالوا لي احنا هنتكلم وخلص الموضوع وانت عملت اللي عليك. أوكي. والنادي حماني يعني في الفتره دي. وكابتن سيد حفيظ قال لي ارجع ورجعت مصر وبتاع وجالي العرض بتاع هويكو ده فرقه كبيره وبتاع وكده وخلصوه. وكان القيد مفتوح هناك فقررت انك تخوض التجربه دي. كانت لمده شهر 10 خدت معاهم كاس ودوري وهم لعبوا تشامبيونز ليج بس انا بقى في شهر 10 كانت اعارتي خلصت ورجعت النادي.